في 6 انواع من الستات بمجرد ما ياخدوا الالقاب دي المجتمع بيبص لهم بنظره مش كويسه او بيحكم عليهم حكم ظالم. طيب ليه وايه الانواع دي؟ خلونا نبدا باصعبهم وهي مرات الاب. اول حاجه اكيد بتيجي في دماغنا على طول انها وحشه وشريره وبتعامل ولاد جوزها باسوأ ومش رحيمه بيهم، وطبعا مهما عملت هيتشاف انها بتفرق في المعامله بين ولادها وبين ولاد جوزها، بتاكل ولادها وتلبسهم وحارمه ولاد جوزها. يا جماعه بالراحه على الست، مش معنى ان في نماذج كده اننا نعمم ونقول كل مراتات الاب بالشكل ده. كل حاجه في حياتنا في منها الكويس والوحش، ولو فاكرين ان ده مجرد كلام تعال اقول لكم ازاي الصوره الذهنيه دي بتاثر في نفسيه مرات الاب. طول الوقت بتبقى حاسه بضغط نفسي علشان تثبت للناس انها كويسه، ولا عارفه تركز في حياتها ولا عارفه تعيش، بسبب ان طول الوقت عليها الميكروسكوب على اي غلطه. ولو مثلا بتشد شويه على الولاد علشان تربيهم برضه بتتفهم غلط. كل ده ضغط نفسي عليها. ارحموها وبلاش تحطوها في موضع اختبار كل شويه. وهتلاقوا كتير امثله لمرات الاب كانت حنينه كتير على الولاد وربتهم احسن تربيه وكانت بتفضلهم على نفسها. لو تعرفوا نموذج زي ده شجعوها في الكومنتات واكتبوا لها كلام حلو يرحمها من نظره المجتمع. استنوا رايحين فين؟ لسه عندنا 5 نماذج تانيين واكيد قابلتوا منهم كتير في حياتكم. تاني نموذج هو الزوجه التانيه. انا عارفه اتخضيتوا من الكلمه بس اصبروا عليا للاخر. على طول بيتقال عليها خطفه الرجاله. اهدوا بس يا جماعه، هي مش خطفه رجاله ولا حاجه. مش كل حاجه نعلقها على شماعه الست، لان في راجل اختار بارادته انه يتجوز، يعني هي ما خطفتوش ولا حاجه. اما الست فده شخص اتقدم لها في الحلال ووافقت، وده اللي ربنا محلله. بس الموضوع برده مش بالسهوله دي. بيوصل لي كتير رسائل من ستات وافقت تبقى زوجه تانيه وبتشتكي ان جوزها اوقات كتير مشغول عنها، او الرجاله رجعت تحن للزوجه الاولى وبيسيب التانيه ستبن كل فين وفين يسال عليها او يروح لها او يكلمها. وهنا بقى يبدا الندم وتتوجع وتحس بالنقص. ارجع واقول لك ان اللي بياخد قرار لازم يكون عارف مميزاته وعيوبه. لو المميزات انك اتجوزتي راجل ناضج وعاقل ومتحمل المسؤوليه، هتعرفي ان العيوب مواقف زي دي ولازم تتقبليها وتتعايشي معاها او تحط لها حدود من اتفاقكم من الاول. ثالث نوع الست المطلقه. دي بقى حكايه لوحدها، لانها بتاخد لقب مطلقه وممكن تكون صغيره جدا وتكون اتظلمت في حياه زوجيه ملهاش ذنب فيها وقررت انها ما تكملش، لانها لو كملت هتعيش تعيسه طول حياتها. مهما كانت الاسباب هي اشترت نفسها، لكن في المقابل بنشوف نظره المجتمع عليها بتبقى قاسيه جدا والناس تطلع عليها 100 قصه للطلاق، كل واحد بروايه شكل. تخيلوا بقى كم الضغط النفسي اللي ممكن يكون عليها، ده غير العقده اللي بتتربى عندها من الرجاله وان كل الرجاله كده وممكن اتجوز تاني ويطلع زي الاولاني وتنتهي بالطلاق برضه. دي بقى بيبقى جواها كلاكيع، علشان كده مش ناقصه كلامكم ولا نظراتكم. ارحموها وسيبوها في حالها. رابع نوع البنت اللي مش محجبه. احكي لكم وانا ببدا اول سطر جديد في المفرش. دي بقى ساعات بتسمع تعليقات ملهاش لازمه. هو ليه اهلها سايبينها كده؟ هو انتوا مش بتحجبوها ليه؟ يا جماعه كل واحد حر. الحشمه والاحترام والتربيه والادب مش بالحجاب. بلاش نبص للبنت اللي بشعرها بصه مش حلوه، لان هي بتبقى عارفه النظره دي كويس قوي وبتاخد بالها وبتضايقها. يا ريت نخلي كل واحد في حاله. خامس نوع اللي لسه ما اتجوزتش. دي حاجه بقى بتوجع قوي بسبب تعليقات الناس السخيفه، والناس بقى تقعد تقول عليها دي كبرت قوي، قطر الجواز فاتك، دي هتتجوز واحد يا كان متجوز قبل كده يا مطلق، يا واحد ارمل واخدها تربي له العيال. لا ولسه التعليقات السخيفه ما خلصتش. اللي هيقول لك بقى دي فرصتها في الخلفه ضعيفه علشان كبرت وما اتجوزتش، واللي يقول لها انت قاعده بتعملي ايه ما تخلصي نفسك. انا مش فاهمه تخلص نفسها ازاي؟ تعمل ايه يعني؟ تشتري عريس من هايبر؟ تعالوا بقى نشوف الاثر النفسي على البنات. كم التعليقات السخيفه دي، تخيلوا نفسيه البنت من جوه بتبقى عامله ازاي. بتبقى صعبه جدا وبتزعل على نفسها، وبسبب الزن ده بيخلي اختياراتها في حياتها غلط وتضطر انها تتجوز اي واحد والسلام عشان تسكت كلام الناس، وفي الاخر هي لوحدها اللي بتدفع ثمن اختيارها ده. علشان كده سيبوا الناس في حالها وبلاش زن عليهم. سادس نوع واخرهم اللي خلفتها بنات. في ناس بتبص لها بصعبانيات وكأن ناقصها حاجه. اول ما يعرفوا ان خلفتها بنات، يا عيني هو انت ما عندكيش واد يسندك؟ يا عيني عليكي انت وعلى دماغك وعلى تفكيرك. الناس دي بجد بتصعب عليكي من اللي في دماغها، وللاسف في ستات بتتاثر جدا بالكلام ده وبتفكر بقى انها تخلف كل شويه علشان تجيب الواد، او الموضوع يقلب عكس وتعامل بناتها وحش. وفي بقى نوع تاني من الستات على طول بتبقى حاسه بالنقص وتبدا تروح لدكاتره علشان تتعالج. خلاصه اللي انا عايزه اقوله ان الكلام سهل بس بيبقى اثره على الناس صعب جدا وبيخليهم ياخدوا قرارات ممكن تبوظ حياتهم كمان. علشان كده مستنياكم تقولوا لي في التعليقات لو في انواع تانية وشايفين ازاي نواجه النظره السلبيه عن الستات دول.